هنطلع على المعمورة. الشقة جاهزة مما جميعه، هترتاح هناك. معمورة ايه يا مونس؟ انا مش جاي اصيف، انا جاي المهمة محددة لازم انهيها عشان تكمل انت. حاضر يا حاج، يعني انت عايز ايه بالظبط؟ نروح السيالة. حاضر. يا اسطى لو سمحت لف واطلع بينا على السيالة. الزمن جبل يا مونس، ايام بقت شهور، والشهور اتكونت لما سنين، والسنين اترصت راق في الراق لما بقت جبل. لما تفوتوا تبص وراك ما تصدقش انك عديته. حاجات كتير اتغيرت الا البحر. عارف ليه يا مهندس؟ سؤال غريب يا حاج ملوش إجابة. مفيش حاجة في الدنيا ملهاش إجابة. البحر ما اتغيرش عشان فارق الزمن، ما خضعلهوش وما دخلش في حساباته. ايه اللي حصل لك يا حاج؟ ده مش كلام صالح الحمولي اللي كنت أعرفه زمان. أصلهم بعدوك عني وعزلوني، أنا ما همنيش، سبتهم يفتكروا إن أنا تعبت من الشغل وعاوز أريح. قلت لهم أنا عاوز كتب، جابولي كتب جلات وجرانين وقريت. انكفيت على القراية 12 سنة. فهمت اللي ما كانش يخطر على بالي أبدا. زي ما تقول إني اتغيرت من جوايا، اتقلبت زي ما تقلب الشراب. عشان كده انت مستغربني يا مهندس. اروح منين شارع بنور يا باشا؟ مختار مديني العنوان، لحظة واحدة. اطلع على شارع الترماي وامشي معاه، وخش على شارع السيالة، وبعدين تالت شمال منه بيت نمرة 14. معقولة لسه فاكر يا حاج؟ وايه اللي هينسيني يا متر؟ دي خريطة مطبوعة في دماغي زي الوشم. بيتنا ما يتوهش يا سمسلحي، بس انت تعالى، احنا في شارع ابو نار، في السيالة، في بحري. أكيد طبعا دي رزقك، زي ما يكون امبارح بالظبط. خلاص شكرا، الف شكر. كل واحد يروح لحاله، انا جعان. انت ولا انت ما تسيبنا نكمل فرحتي. هتفرحي بايه ياما؟ وانا يعني متطهر ولا طالع من تأبيده؟ برضه سيبنا نكمل فرحتي. سقف يالا طب يا متطهر والشيخ. يكونش الواد اللي بيرقص في الكونتور التاني ده هو الولد؟ أكيد هو. يا محيط بطلت رقص ليه؟ بص يا عم منعم، شوف العربية الحلوة دي. ما دي بقى من العربيات الهايلايف. في بقى عربيات بودرة وعربيات عيون، بس مش أحلى من عيوني. عن إذني هروح نشوف الحكاية ديت ونشوف الفيلم ونموال ونرجع لك تاني. في واحد هناك باين عليه جاي ناحيتي. سيبوا لنا الزبون ده. يا مرحب. الا دي زفت فرح. إيه أنتوا عايزين تتفرجوا على زفة فرح اسكندراني؟ يعني يبقى ودوا لمين؟ انت مالك انت؟ أنا مالي يعني إيه؟ حتة هنا كلها لبش وعيال صيع. اتكل على الله يا راجل، اتكل على الله، ما تبصليش كده. يلا يا حسن، يلا يا حسن، لا مؤاخذة احنا ماشيين اهو. يلا
شفت وشوشة في ايه؟ ايوه واحد بقاله سنين مرقص كده يا خرابي. انا اللي وسطي هينقطم ومش قادره اخد نفسي. ده انت الهلوم. كان زمان بقى. الولا مغاوري فين؟ طلعت في دماغه ياخد صحابه واكلهم كباب. طب انتي ناويه على ايه؟ بخصوص الناس اللي ناس مين يا مار؟ الناس اللي دايرين يلفوا ويطقصوا عليكي، الناس اللي كنت ناويه تسيبي البيت والحته واسكندريه بحالها عشان تهربي منها. نعم نعم يا اختي. ناس مين يا وليه انت يا مكنسه اللي كنا هنهرب ونسيب لهم الدنيا دول؟ ولزومها ايه بقى طولة اللسان دي؟ اني بنسال سؤال تردي عليا بالراحه يا لا. ما انت بتهدرسي بكلام بس اللي ملوش معنى. خلاص يا اختي سيبنا لك انت الكلام الطعم ابو معنى. اني هنمشي عشان نقصر الشر. شر مين اللي هتقصري ترازعي هنا؟ يوه انت عايزه تتحركي معايا ولا ايه يا رزقه؟ اشحال يا اختي ما كنتيش فرحانه برجوع اسم النبي حارس ومغاوري من الحبس. انت مررتيه. فكرتيني بالهم اللي مترصد. اني ما قلتش حاجه، اديك انت اللي بتقولي اهو. انا عايزه اقول لك على حاجه. انا دماغي مش رايقه دلوقتي وانا مش عايزه نتكلم معاكي كتير عشان ما نقولكيش كلام يزعلك تاني. طب خلاص بصي، اني هنمشي ومستنياكي في شقتي. عايزه تيجي تفضفضي معايا وتفكي همك اهلا وسهلا. ها انتوا هنا؟ انت فين يا رزا؟ انا بندور عليك. انا اهو. عايز ايه؟ فوتكوا بعافيه. الله يعافيك. معلش انا مش قادر نقف. شكلك كده شايل كلمتين على كتافك. انفضهم عشان نخلص. الناس هنا في اسكندريه. خلاص يا مختار استنى. والمواعيد مهمه قوي. حاضر يا استاذ. اصحى. انت بتثق فيه؟ مين؟ عصام الوحيد ده غيرك طبعا. ايوه يعني هو فاهم دلوقتي انت ناوي على ايه؟ الحقيقه يا مؤنس انا ما قلتلوش، بس متهيألي فاهم. هو اذا ما كانش فاهم هيفهم دلوقتي طبعا. طب ده بقى يخليني اسالك، انت واثق في مختار الصبي بتاعك؟ الصبي بتاعي؟ الله يسامحك. معلش يا مؤنس الاصل غلاب. ايوه. المهم دلوقتي قول لي انطباعك ايه لما شفت الولد؟ مغاوري ما تمليتش منه، زي ما يكون في حلم، بس طلته امه كأنه هي بالظبط، بس طبعا اسم مش هو. لو اتجوزتني هنجيب لك ولد ونسميه صلاح عشان يبقى صلاح مصلحي. مش مصلحي ده اسمك الحقيقي برضو. الدواء ساعتين. يا عم المده كلها قضيتها غنى وفرفشه ولعب كوتشينه لدرجه اني ما كنتش عايز نخرج. يا سلام بقى انت عشان كده قريت واعترفت على نفسك. بس انا اهطل ده تكتيك تاني خالص. طب ما تقول لنا التكاتيك ده يا موجة. لا ما مساله شخصيه ومحدش يسالني. ايوه بس ممكن الحكايه كانت تقلب جد وتلاقي نفسك لابس قضيه قتل. هي فوضى، اي حد يقول اني قتلت يمسكوه، مش في حاجه اسمها بحث وتقارير وادله. انا سمعت كتير قوي بيقولوا الاعتراف سيد الانيميا. انت في الحلاوه يا نمية. خليك يا عم انيميا بقى في الاكل اللي انت عمال تلغه وانا مش عارف هو بيروح فين اساسا. فعلا انت وهو. لا سيد بقى حمايه، بقى صاحب الانتيم، يعني ما حدش يدوسنا على طرف. دمك يا مغاور. دمك يا سوسو. ما دام خلصت اكل مين هيدفع حساب؟ وده سؤال اللي معاه طبعا وما حدش فينا معاه. يعني ايه؟ يعني تخش تقول للخواجه صاحبي المخيل مغاوري واصدقائي اكلوا وعايزين اجلوا في ستة للجلسه الجايه. يلا يا اخوانا. لو هتأهلك انت وهو، شغل السلبطه والسنتحه ده مش عليا، يتحاسبوا على اللي طفحته حالا يربطوا بالكراكون. الله 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 الله، لزومه ايه اللبش ده يا ابو اسكندر؟ وبعدين احنا زباين ومش اول مره ناكله عند الحاج دعبس والنظام كان ماشي. ايه اللي اتغير في البرنامج؟ ده كان زمان الحاج دايما زرع في بيته وبعافيه، ولاده هم اللي ماسكين الشغل، اوامرهم الشكوك ممنوع. حسابك كام يا معفن؟ 82 جنيه يا نضيف. حسابك وفوقه 3 جنيه قصاد ما هتقول لي دلوقتي مع السلامه يا سيد بيه. غالي والطلب ببلاش.
مع السلامة يا سيد باشا. لا، بيه. به. يلا بينا. بينا ايه؟ مش هنتحركوا من هنا اما نعرفوا ايه الحكايه. منين يا سيد؟ من مطرح ما يكون بقى. انت لك اكل ولا بحلاقه؟ اكل وبحلقه. بص، يعني فيها كل العبر الا اللي حرمه ربنا. وانا نحلف لك اليمين اللي تصدقوا ان الفلوس دي حلال. اياك تكون ورثت عمك اللي في امريكا. راح عند جورج قرداحي بتاع برنامج منسى اربح المليون وكسب ال 200 جند. بس يلا خايب انت لما تشوف الحكايه دي. منين يا ابو السين؟ الفلوس دي فلوس خالتك ام سيد. امك معاها منين؟ كانت محوشه قرشين، كان نفسها في يوم يكملوا عشان تطلع تحج. قلت لها ياما مغاوري محبوس ويمكن يطلعوه بكفاله ورزقه محتاجه فلوس. ادتني 500 جنيه. معقوله يا سيد؟ انت تستاهل كل خير يا مغاور. حد غيرك كان سابني لما جات لي الازمه وهرب. كنت هنموت موتة الكلاب، لكن انت طلعت جدع وما خلصكش تعملها، مع اني قبلها كنت ضربك في بضاعة غريب الدش. يا سلام، برضه الدنيا لسه فيها حاجات حلوه. كفار يا مغاور. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك خالتي. سلامات يا مغاور. اهلا. هو ايه اصله ده؟ مالك؟ هو انت كل ما تشوف وشي سحنتك تتقلب؟ وبعدين انت في حد يكلمك وداسك على طرف يا بنت انت؟ بنت لما بيتك. لما بنت قداره عملت لك ايه يا مغاور زعلتك؟ مين دي؟ دي ولا 10 زيها؟ يا عم شوف لك قطه غمضها، انت باين عليك من كام مني وهتولع. يعني انت عارفه؟ ايوه، ما هو باين عليك. الله، في ايه يا ولاد؟ ما تفهموني. ما تساليها يا خالتي. ما تقولي يا قداره عملتي ايه؟ هنعمل ايه يا صالح؟ هو يا اخويا اللي لا طايقني لا في سما ولا في ارض. بس انت قلت ان من كاد مني ومولع، وده كلام له معنى، ما ينفعش بعد ما تقوليه تتهربي منه. انا ما بنهربش، وهو عندك اهو اساله، لو عامله حاجه مزعلاه يقول. انا مش زعلان وما عنديش حاجه نقولها. رزقه فين يا خالتي؟ لسه ما رجعتش. انت ما فتش على الدكان؟ لا فوت بس مقفول. يبقى عند موحي. يعني هنخش نغير هدومي ونستحمى. طب مش تاكل لقمه الاول؟ تاني قايم من على اكل الكباب تشبعني اسبوع. بالمناسبه انت ما جيتش تتغدى معانا ليه يا اسمك ايه؟ ما انت عارف يا موغه، لما خالتك عظيمه تعمل الملوخيه بالجمبري ولا اديك رومي قومني من عليها. ماشي، ولو ان دي ما تمنعش دي. كباب وكفته على الغدا وملوخيه على العشاء، وبعدين انت بطنك ما بتقولش لا. بعيد عن ابن خالتك، انا مش هنسيبك غير لما تقولي لي ايه اللي مزعله منك. أنا عبد المنعم الفقري حلف لي إن هو شافهم بعينيه موجودين في عربية بيتفرجوا على زفة الولد اللي كانت في الشارع. طب ما أنا عايزة أعرف يبقوا مين دول يعني يا رزق؟ إحنا سألنا واتطقصنا، عرفنا إنهم من طرف أبوه. بقول لك إيه؟ ما تتكلي على الله كده وتفتحي لي قلبك نوبة واحدة، بدل ما أنت عمالة تنقطيني كلمة هنا وكلمة هناك وأنا مش فاهمة حاجة. خلاص يا رئيسة، الحكاية القديمة هتقب على الوش وربنا يسترها. طب ما هاني برضه مش فاهمة أنت إيه اللي مخوفك بالظبط؟ أنا مش خايفة من حد، ولا أنا خايفة من حاجة. أنا خايفة الولا يبعد عني. أنا ما امتلكش في الدنيا إلا هو. أنت خايفة يعني الولا يعرف يقوم يزعل منك ويسيبك، صح؟ حاجة زي كده يعني. خلاص يا رزق ما تقوليلوش. والنبي انت ما انت فاهمة حاجة. ماني بقالي 25 سنة مخبية، بس خلاص العفاريت طلعت من تحت الأرض. أنا ما اقدرش على العفاريت بقى. يا دي العفاريت. طب ما نعمل لها زر ونطلعها. ايوه عليكي، ده انت مش حاسسها بالمره. انا بنقوم قبل ما تدفع عمارات. اقعدي يا شيخ. انا بالعكسك، انا فاهمه انت قصدك بالعفاريت دول الناس اللي بعتهم ابو مغاوري، صح؟ الحمد لله ان ربنا فكها عليكي. ما هو انا لو سكت هما مش هيسكتوا، ولو هما سكتوا الولد مش هيسكت. انا متفقه معاه، قلت له اول ما تخرج من الكراكون انا هنحكي لك على كل حاجه. انا ما نقدرش نحكي له على حاجه. عايزه رايي؟ قولي له مغاوري بسم الله ما شاء الله ما عادش صغير، اللي في سنه اتجوزه وخلفه. قولي له يا شيخه واخلصي. ماما سامحني تشتمي، هو اللي ضربني الاول. يعني بتزوجي مني ومش عاوزه تيجي معايا دغري؟ حلفت لك اني ما اعرفش. مش مصدقك يا ابني ريح روحك وسيبها تنفلق. روح بقى اسال ابن خالتك، شوف بس هو زعلان منها ليه. انتوا لسه بتتكلموا في الموضوع ده؟ ما خلاص دي مسألة هبقى احلها انا والغندورة بنت خالتي في اي وقت. واحنا ما نعرفش ليه يعني؟ قراطيس لب؟ لا مش قرطاس لب، بس المسألة هبلة ومش مستاهلة. نعيما يا ابوها، عقبال حمام العروس. الله ينعم عليك يا خالتي، بس اني كده كويس من غير عرايس. ليه يا والد؟ هو انت صغير على الجواز؟ لا اني مش صغير،
بس صايع. عواطلي. عندك عروسه ترضى بحد زي؟ بس انت قول مساء الخير. سنوب. يا رزة كنت فين؟ انت مالك؟ انت ليك انك تسالني؟ اسمع يا ولا انت ما تسالنيش على حاجه بعد كده. هي احسن تستاهل. كبسه بكبسه والبادي اصلا. انكتمي يا ام لسان طويل. مالها يا خالتي يا مغاوري؟ تزعلتها في حاجه؟ لا بس انا كده فهمت. فهمت ايه والنبي تقول؟ وانت مالك؟ انت ليك انك تساليني؟ اسمعي يا بنت انت، ما تساليش في حاجه تانية بعد كده. تستاهل. امشي اطلع بره. يما هما كلمتين عايز نعرفهم منك، مش هنسهر. انا مش عايزه نتكلم معاك خالص. يما هما كلمتين، وبعدين ما تعمليش الحركات بتاعتك دي. انا بنعمل حركات يا ولا؟ يا ريت انا مش حافظك، داخله ضربه العكوسات على وشك عشان تستفزيه ونتخاصم، وما اطلبش منك تحكي لي اللي وعدتني بيه في السجن. انا وعدتك بحاجه في السجن؟ انت هتتبلى عليا؟ انا اتكلمت معاك في حاجه؟ طب هاتي عيني في عينك كده. انت عايز ايه يا مغاور؟ انت عارفه اللي انا عايزه يا ماما. ماشي تعالى معايا. ادخل يا ولد ادخل. ادي دخلت اهو يا اما، بس هي الاوضه دي بنخاف منها ومش بنحبها. ليه فيها عفاريت؟ ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه وانت اللي قايله لي كده. انا يا ولا كداب في اصل وشك. كداب ايه؟ انت مش فاكره وانا صغير لما كنت بنتشاقى ولا بنعمل حاجه وحشه كنت بتقولي هنحبسك في اوضه القرار مع العفاريت؟ ولسه بتصدق يا ولا؟ لا ياما لا بنصدق ايه؟ لا طبعا مش بنصدق الكلام ده، بس برضه مش بنحبها. طب اقعد. مره واحده بس اتسحبت ورا خالتي عظيمه وهي بتنفض الاوضه، وسالتها ايه العفرطه اللي احنا فيها دي؟ سالتها على العفش ده المتغطي الجديد ده، قلت لها ده بتاع مين؟ مركون هنا ليه؟ لقيتها قامت انفشت في العياط وخدتني بره وحلفتني انني ما اقولكيش ان انا دخلت هنا ابدا. دي أوضة أمك كريمة، والعفش ده جهازها اللي متهنتش بيه. يوم ما جه النجار عشان ينصبه حمادة وقع عليها في المنور ونقلناها المستشفى. يعني لا نامت على سريرها الجديد ولا شافت صالونها. طب استهدي بالله يا امه، استهدي بالله طبعا. لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. دي حاجة امك وابوك، ده عقد جوازه، ودي قسيمة الطلاق اللي ابوك بعتها لها. ودي شهادة ميلادك. ودي صورهم مع بعض. ودي الجوابات اللي ابوك كان بيبعتها لها من مصر. دي سهم صلحي ده ليه عين يكتب لك جوابات؟ بيقول لي اللي حصل ده كان غصب عنه، وان امه وهي بتموت صممت انه يطلعني ويوريها القسيمه. يا عمي ده بيضحك عليكي، ده كان بيتسلى بيكي يومين اجازه الصيف وخلاص. اللي حصل حصل بقى يا رزق، وكل واحد منه لله. واللي في بطنك ده مش هنقول له يا رزق، مش هنقول له. انت عايزه تفرسيني؟ انت لازم ترفعي عليه قضيه. مش هنشحت بابني ولا هندخل محاكم. انا رحت للحاجه محسنه مرات مراد بيه، وهي قالت لي انها كلمته وقال لها اول ما نولد نروح له وهو يرجعني تاني شغلي في المصنع. بلغيه الاول انك حامل واطلبي منه بالذوق شهريه. ما هو يعني بعت لي بعتلك ايه؟ بعتلك 200 ملطوش متعه ونفقه سنه ومتاخر. اللي ما يتاخدش بالذوق يتاخد بالمحاك. لما ربنا يقومني بالسلامه ونولد يا رزق، ما تقعديش تزني على دماغي قبل الهنا بسنه. ارحميني. كلامك بيشاور على حاجه بعيده قوي يا رزة، بتجيبي من الاخر وتخلصيه. ابوك عايش ما ماتش؟ ها؟ وبعت ناس يدوروا عليك. بعت ناس؟ وما جاش هو ليه؟ واشمعنى دلوقتي؟ كان فين السنين دي كلها؟ ما قلنالوش. نعم، ما قلتلوش يعني ايه؟
اتحايلت على امك تبلغه انها حامل، ما رضتش. كان عندها امل يرجع او على الاقل يسأل عليه. لما الشهور عدت وما سألش كبرت في دماغها وحلفت لا تحرمه من ضناه، وقالت لي يا رزقة اللي في بطني ده ابنك لوحدك انت يا رزقة، ما تفرطش فيه لحد وبالذات لابوه. يا ريتني كنت انا اللي مت وفضلت هي تربيك. ما كانتش هتربيني احسن منك يا رزة. بلا نيل على دي تربية. أنا ما عرفتش نربيك، أنا طلعتك خسران وصايع وعمال داير في الشوارع وعامل لي مشاكل كل يوم والتاني. أني يما أني يما ولدتي اللي فضحاني في المنطقة كلها. أني يا ولا؟ ماشية ورايا كأني عيل صغير وبتشتميني وتهزقيني قدام الناس لحد ما صغرتيني قدام الكل. يا ولا أني بنخاف عليك، أنت وحداني بطولك مالكش إلا أني لما طول نحطك في أمك. كنت عايزاني نفضل كده ها وما نعرفش أبويا. أنت هتروح له؟ أنا هنعرف طريقه منين ده؟ أحسن ليا يعرف الناس اللي تبعه. نروح له بكرة. لا ياما، نروح له نقول له إيه يعني؟ والنبي توديه لأبويا؟ لا ياما لا، أني زي ما أني، وهو لو عايز يجي يشوف ابنه يجي برجليه. صحيح انت حكيت لي زمان عن مغامرة جوازك في اسكندرية لما هجيت بعد الأزمة اللي حصلت بينك وبين اسمت، لكن أنا تخيلت إنها عدت بهدوء من غير ديون. أتاري نفاجأ بعد ربع قرن إن في ولد. اسكت يا مؤنس، أنا اتفاجئت مفاجأة عمري. أنا أصلا لما دورت على أخبار رزقة كان كل هدفي أشوفها يعني إذا كانت محتاجة لأي شيء، نوع من الوفاء لذكرى أختها مش أكتر، وخصوصا إن إحساسي بالذنب ناحية أختها هيفضل مقلق ضميري لآخر يوم في عمري. ما هو ده الغريب، المفروض إن واحدة في ظروف المرحومة وأختها يبلغوك بخبر زي ده هيأكلهم الشهد بدل ما يخبوا عليك خبر يضمن لهم مورد وخزنة مفتوحة ورزق دائم. لا مش كل الفقراء طماعين وانتهازين يا مؤنس، لا، خصوصا كريمة أختها رزقة فيهم جدعنة ملهاش حدود. طب إيه رأيك بقى؟ أنا متأكد إن إخفائهم لخبر الولد اللي جه ده سببه غضبهم عشان كرامتهم اللي جرحتها لما طلقت كريمة بالشكل الغادر ده. قرروا يعاقبوني إنهم يحرموني من ابني للأبد. بلاش حسن النية دي يا حاج. الحكاية إن أياميها ما كانش في التاجر المليونير صالح الحمولي، المليونير المعروف اللي تجارته مالية البلد. كل اللي كانوا يعرفوه أياميها تاجر على قد حاله اسمه مصلحي عبد الستار حسين. قصدك يعني لو كانوا عرفوا إن مصلحي هو صالح كان موقفهم اتغير؟ لا يا مؤنس، انت اصلك بطبيعة شغلك راجل شكاك، انما انا ليا نظرة في الناس وخصوصا لو عاشرتهم. اذا كنت عاوز تتأكد من كلامي ده انزل بكرة السيالة اقعد مع رزقة وافتح معاها الموضوع. ويعمل ايه انا مصدق. لكن انت عرفت ان كريمة توفت امتى؟ صدفة، وبعد وفاتها بمدة. كنت هنا في اسكندرية بقضي يومين راحة، وانت في عقلي بالي يا تبطل ندالة بقى وانزل اسأل على كريمة. يعني نزلت السيالة تاني؟ والله ما كنت ناوي، وما اعرفش ايه اللي طلعها في دماغي ليلتها وخلاني نزلت في عز النوة وليلة شتا ضلمة وخبطت على نفسي الباب. صلحي ازيك يا رزق؟ لو سمحتي اندهيلي كريمة اطمن عليها دقيقة واحدة وامشي على طول. توك وافتكرت كريمة دلوقتي؟ سامح كريم يا رزق، انا متأكد اللي هقوله لكريمة هتخليها تسامحني على طول. تبقى تسمع منك يوم اللقا بقى. يوم اللقا؟ انت تقصدي ايه يا رزق؟ ماتت.
تكدبي يا رزق عشان امشي صح؟ انت عاوزه تمشيني، اعملي معروف، خليني اشوف. كريمة ماتت قتلها ظلمك وجبروتك. نحلف لك ولا يدخل نجيب لك شهادة الوفاة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لله وإنا إليه راجعون. ما تشرفناش بطلتك تاني، اللي بينا وبينك راح، لا تفكرنا بيه ولا تقلب علينا المعركة. مهما وصفت لك شعوري ساعتها مش هقدر ابين لك كم الحزن والاحساس بالذنب اللي غرقت فيه ليلتها، زي المطر اللي نزل فوق دماغي بالظبط. وبرضه ما جابتلكش سيرة عم غاوري ولا حرف ولا اشاره. شيء مدهش. بس عارف يا مؤنس، كان في شيء جوايا بيقول لي ان اللي رابطني بكريمه ما انقطعش، ولما بعت الرزق تاني يوم ما كانش مجرد تعويض بسبب الشعور بالذنب. بعت لها ايه؟ 20,000 جنيه في شنطه سامسونايت، بعتهم مع زكي العقر ابو عصام. ما قالهاش حاجه، فتحت الباب سلمها الشنطه، سالته ايه دي؟ قال لها ده حق الست كريمه وجري. وما حاولتش تتصل بيه بعد كده؟ ما تعرفش، معهاش العنوان، وبعدين اسم الشهرة ملوش صلة بالاسم اللي هي تعرفه، وبعدين هتتصل تقول ايه يا مونس؟ انا اعتقد انها اعتبرت ان الفلوس دي فعلا حق اختها كريمة، وقدرت تصرف منها على ابنها اليتيم. ادم، انت هتفضل هنا طول ما الاستاذ وضيفه هنا. وشغل المكتب يا استاذ؟ معلش، شفيت ولا مؤقتا؟ بس شفيق ما عندوش خبرة، ده يا دوب مشاهلاتي. ادم، بنقول لك مؤقتا، الحكايه كلها يومين مش هتطول. امرك يا استاذ. تفتكر فعلا يا استاذ مختار ان الحكايه مش هتطول؟ ده يتوقف على الاستاذ والحاج ناويين عليه. انا شخصيا الحكايه كلها ملخبطاني، مش عارف لها راس من رجلين. ما اخبيش عليك انا متلخبط اكتر منك، لكن اللي اعرفه عن ظروف الحاج مخليني خايف اكتر ما انا متلخبط. خايف؟ خايف من ايه يا استاذ عصام؟ خايف من النار اللي ممكن تولع في فيلا الحمولي في مصر لو الحاج نفذ اللي في دماغه. يعني انت عارف اللي بيفكر فيه؟ يعني شكوك، تخمينات، لكن معلومات اكيده ما اعرفش. طيب ما تقولي شكوكك وتخميناتك ونفكر سوا. ما اقدرش، يمكن بعدين يا استاذ مختار. يعني رايك استقر على ايه يا حاج؟ هتنفذ كل اللي قلت لك عليه يا مؤنس. فكرت كويس؟ انا طول المده اللي فاتت من ساعه ما عرفت ما بعملش حاجه غير اني بفكر وبفكر، وكل ما افكر اقتنع اكتر. خلاص نبتدي من بكره. ايوه بس انا عاوز اشوفه هو الاول. مين، مغاوري؟ ايه الحكايه يا مغاوري؟ ما عادش في حكايات يا دار. مالك بس يا ابن خالتي؟ ابن خالتك؟ واخوي. ده ايه الحنيه اللي بترشيها فجاه بدون مناسبه دي؟ مش عادتي صح، بس والله بجد انت زعلان مني ليه يا مغاوري؟ ولو ان ده مش ده اللي بفكر فيه دلوقتي، لكن ماشي. ايوه انا قرفان منك، كان باين عليا لما جيت، مش كده؟ ايوه، ده انت كان ناقص تولع فيا وتحرقني. لا ما نقدرش ما دام الصلاة موجود. اخوك الكبير هو اللي من حقه يهزقك ويأدبك ويكسر دماغك. كان كسر حقك منك له، قال يكسر دماغي. قال ليه؟ صايعه ولا على حل شعر؟ ما يشردش، بس لسه بتقول يا هادي. لا يا مغاوري، كله لا الكلام ده. في حاجه في نفسك قولها دغري. ايوه، شافوك انت وحماده سالم متأنججين وشغالين غراميات على لسان آية باي، تنكري؟ وننكر ليه؟ انا وحماده كنا على لسان آية باي بنتمشى، بس انت عارفني وعارف حماده كويس، وكل الناس عارفه ايه اللي بينا. كان عايز يقابلني عشان يفهمني موقفه. نقابله فين؟ في شقتنا تحت اللي ما فيهاش مكان للضيوف، ولا في بير السلم، ولا هنا على السطوح؟ قول لي انت بقى يا لمت. انت كمان بتطوقي لسانك يا بنت. دراعي ليه تنشك؟ ولا بلاش، حرام. بتحبيه يا دارا؟ وانت عارف. بس ده كان خلع وانت ما كنتيش طايقاه ومش عايز تسمعي سيرته. فهمني.
وفهمته. على خيرة الله، ما تتجوزوا بقى. لا، انا طاقه في دماغي نشتغل الاول بالدبلوم بتاعي وبعد كده نتجوز. دماغك ديجيتال يا بت. وانت؟ أنا دماغي مهنجة وبطاريتي فضيت، مفيش شاحن. انا مش بنسال على دماغك، انا بنسال على قلبك. متشوش والإرسال واقع. لا بجد يا مغاوري، شكلك كده وانت طالع تتسحب للسطوح والبلم نازل عليك بيقول ان في حاجه مخبيها. صحيح يا بت. حلو، تطلع مين بقى؟ أمي، خالتي الكريمة. خالتي كريمه، الله يرحمها. بس انت ايه اللي فكرك بيها؟ خالتي رزقه، صح؟ انا قلت كده برضو لما خدتك ودخلت بيك اوضه العفاريت اللي قافلاها على اسرارها القديمه. ما تقوليش على اوضه امي اوضه العفاريت يا دارة. هي دي اوضه خالتي كريمه؟ والله ما اعرف. في ايه يا مغاوري؟ في حاجه مخبيها خالتي رزقه وانت اكيد عارفها. يعني ما كنتيش تعرفي انتي ولا خالتي عظيمه ولا الصلاه؟ نعرفه ايه؟ ان ابويا عايش ما ماتش. احي، وانت جبت الكلام ده منين يا رزقه؟ يا اختي عظيمه، جبته من مطرح ما جبته بقى، عرفت واتاكدت وخلاص. انت مش عايزه تصدقيني ليه؟ مصدقاكي، بس معقوله يا رزقه؟ مصلحي هيعرف منين انه عنده ابن؟ وايه اللي سكته من نهارها؟ ماضي، اهو الماضي ده زي البحر، على الوش شكل وجواه مدفونه اسراره. تجيله برونزه بقى تقلبه، تطلع قعره على الوش. اللي انت بتقوليه ده بس يا اختي بنقول ان بنقوله بقى. انا عايزه نتسف حالي. يعني عليك يا مغاوري، دي خبطه تتول العقل. فجاه كده الواحد يطلع له اب زي اهل الكهف، نام ربع قرن ولما صحى هف عليه يشوف ابنه. شفته يا مغاوري؟ ولا عايز نشوفه اقدر. أنا شفته في صورة عند أمي متصور مع خالتي كريمة فيها، بس مش شكلك يا ولد. ماني كمان شفت الصور، لكن عمري ما حسيت ان الراجل اللي في الصورة ده يقرب لي او دمه يوافق دمي. يمكن عشان صورة ورق يعني، بس لما تشوفه قدامك لحم ودم هتبقى حاجة تانية. لا تانية ولا تالتة، مامي كمان في الصور، بس كل ما بنشوفها عيني بترغرغ وقلبي بيرفرف. الأم حاجة تانية برضه. عشان كده بنقولك هي دي اللي بنفكر فيها وشاغلة بالي طول الوقت. بس مش هي دي اللي كنت بنقصدها بالسؤال. امال تقصدي مين؟ البت اللي انت بتحبها وعايز تتجوزها. لا يا إدارة، ما نقدرش نقولك عليها، ما نقدرش. عشان خاطر يا مغاوري هتقول قلتلك ما نقدرش كده يا مغاوري. يا بت يا بت، في فرق بين مش عايز وما نقدرش. أني نفسي نقولك بس ما نقدرش. ده نختك سترك وغطاك، السر اللي هتقولهولي هنحطه في بير ونرميه في 7 قرن. وما تقيش لجنس مخلوق، ولا حتى بيني وبين نفسي. 2 ما بقوش 3 ولا 1.5. أصلك هتتريقي عليا وتستغربي. لا يلا قول بقى مرة واحدة. طب تعالي اديني ودنك عشان نوشوشك ومحدش يسمعني. ماشي. يا مصيبتي، امال فين الباقي؟ اصل الولا ميخا سته ماتت فمش هيقدر يجي النهارده. مالك يا مو؟ طب ما تيجي نقوم ونشم شويه هوا على البحر. يلا ولا حاجه بيه، ساب اهو. وهنا كويس يا استاذ. اتفضل. تشرب ايه؟ لا معلش انا مش هنشرب حاجه. ودي تيجي برضه يا سيدي، سيب الراحه. امرك يا سحسليه. شوف يا حبيبي، هات لاني شويه بن وبوري، وهات لي البيه الزوزه. قلت لك مش هنشرب. خلاص نشرب هني. وكمان واحد عجبيسه من غير وزماره. ايوه يا استاذ، تحت امرك. مغاوري، ايه اللي رماك علينا الليله دي يا فاري؟ مش كنت مزبن على قهوه فاروق؟ استغربت الليله، بس بقول لك ايه، ما تاخدهاش عاده يعني. الحمد لله طمنتني. ما شفتش الواد مغاوري الليله؟ لسه ماشي هو وشلته مفيش 5 دقايق. ولا عجل طلبات الحاج على الاداره الليله دي. اشكر يا ابو صلاح. وبعدين يا حاج انتوا هتفضلوا تتكلموا مع بعض كده كتير؟ القهوه قهوتكم وبراحتكم. بقول لك يا استاذ، على كل حال مغاوري ده خلاص ماشي. طب ما تسيبوش غير لما تلقاه ويكون جاهز في المحل بتاعك بكره الصبح. هنعدي عليه الساعه 10 بالثانيه ناخده للراجل الكبير. لا يا استاذ، انت اصلك ما تعرفش مغاوري. مغاوري ده جن مصور رايه من دماغه،
يعني لازم نقول له حاجه مهمه يقتنع بيها عشان يطوعنا. حاجه زي ايه يا حاج؟ الا بالمناسبه هم ليه بيقولوا لك عسليه؟ وايه حكايه الفقري؟ يا جدع بلا عسليه بلا فقري ولا بتاع، خلينا في الجد دلوقتي. اني صحفي ونعرف الخلاصه كلها. عايزك بقى تقول لي مين اللي عايز مغاوي وعايزينه ليه؟ يعني تقول لي الحكايه من طقطق لسلام عليكم عشان نبقى كلنا في النور، ها؟ الا بقى تبقى انت تصطفل انت ومغاور لوحديك. حلو الكلام؟ مفيش احلى من كده. احنا متاسفين يا حاج تعبناك معانا، تصبح على خير. ايه بس في ايه؟ انت قلت الكلام الصح وانا ما عنديش معلومات مديها لك، يبقى مني المغاوري مش ده كلامك؟ ايوه بس الكلام اخد وعطا. مفيش وقت للاخذ والعطا يا حاج. احنا عايزين مغاوري بكره الصبح، تقدر ولا نطلع من هنا على الست رزقه ونتفاهم معاها؟ خد البوسه دي قبل ما تلسع صوابعي. لا لا انا مش عايز. يعني ناوي نبطل كل المكيفات وكمان السجاير. ارمي. ودي مين بقى يا حلو اللي عملت فيك كل ده؟ أنا عارف. عارف مين؟ اللي هي بص خمن، ولو تخمينك طلع صح ليك عندي واحدة حلوة أوي. يا عم هو ده عارف حاجة يا عم؟ طب والله عارف. ها إدارة. أو بيقول لك إدارة. غلط يا ابني. إدارة تبقى أخت مغاوري في الرضاعة يا مقطم، وبعدين دي تبع حمادة سالم. إدارة مش تبع حد يالا، وإياك نسمعك بتقول الكلام ده تاني. فاهم؟ صدري يا جدع. الله في ايه يا جدع؟ تعالى هم الله. المكان اتهرش والشم لازم نغيروه. ايه يا مخاوي؟ بقالي ساعة بندور عليك. وانت مين اللي قالك تيجي تدور عليا هنا يا عم عسلية؟ شصيت في حمادة سالم وهو نازل من عندكم. حمادة كان عندنا؟ ايوه. وسألته انت فين؟ قال لي انك هنا. طه الف نهار ابيض وديك لقيتني. يلزم خدمة نجيب الصحفيين؟ ايوه بس بقول لكم يا اولاد يلا اسبقونا واحنا هنيجي وراكم على مهلنا. لا اله الا الله. اتحرك. عايزك تقع يا شوف يا مغاوري، انا ما نعرفش اذا كانت رزقه قالت لك ولا لا، لكن بصراحه كده اهل ابوك بيدوروا عليك. قديمه ومش ده اللي هيخليك تدوخ ورايا في نصوص الليل. ايوه مش هو ده. انا عايز نخش في الموضوع. خش. عايزين يشوفوك بكره. هم مين دول اللي عايزين يشوفوني بكره يا عم عسليه؟ 3 بالله العظيم ما نعرف. تعال شوفهم بكره وانت هتعرف هم مين بالظبط. مونس اصحى مونس. مونس اصحى. بتبحلق فيا كده ليه زي ما اكون شايف عفريت؟ ايه ده؟ يا حاج ده انت واقف على رجليك وجاي ماشي من غير عكاز ولا كرسي؟ سبحان الله قادر على كل شيء يا اخي. ونعم بالله. بس ايه اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ انا متر زي ما انت شايف بالظبط، ماشي على رجليا وما فياش اي حاجه وصحتي زي البوم.
يعني ايه؟ نمت ساعتين وصحيت لقيت نفسك خفيت؟ انا ما كنتش عيان اصلا،